صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في الجو الفظيع دوت. النهارده انا في سيتي ستارز جايه كده اجيب شويه حاجات ناقصاني، هخش محلين كده اهوت، فقلت اخدكم معايا في الجوله الصغنونه دي. بس الاول هفطر وبعدين نطلع على طول نشوف المحلات اللي انا هخشها والاسعار وكل حاجه. انا هفطر جريك سلطات، مش عشان انا بره مش هاكل اكل صحي، لا هاكل اكل صحي. ويلا على طول نبتدي الفيديو ونشوف هنشوف ايه. اول محل هنطلعه ابو عوف. دايما في الفيديوهات تقولوا لي بتجيب الحاجات منين، اقول لكم ابو عوف. ابو عوف فين؟ فقررت اصور لكم في ابو عوف. ابو عوف في سيتي ستارز ليه كذا بارتيشن، بس ده المحل الاساسي في الدور الرابع. دلوقتي هو عامل عروض. ابو عوف بيبيع كل الحاجات المستلزمات الاكل الصحي وقهوه ومكسرات، هتشوفوا دلوقتي. بس في حاجات كتير ما تلاقوهاش في حتت، هتلاقوها هنا زي الكنوا، دقيق جوز الهند، دقيق اللوز، حاجات دي ما تبقاش موجوده، او بذور الشيا. عنده كل حاجة يعني. بس في حاجات كده معينة بنغلب ان احنا نلاقيها، فبلاقيها هنا على طول. وعنده طبعا عسل، ودي القائمة بتاعت الاسعار، واعتقد ان في عرض كمان على العسل. وزبدة الفول السوداني اللي انا بستخدمها برضو واللي انتوا سألتوني عليها من عنده، هي بيور. وعنده كمان نوع بالشوكولاتة الدارك موجودة، وعامل برضو عليها عروض. ف معظم الحاجات اللي انا بكون بدور عليها عشان ما اغلبش نفسي بروح رايحه جايباها على طول من عنده. وعنده برضو بلح وحاجات كده هو. وهو يمكن اشهر حاجه مشهور بيها هو المكسرات وانواع القهوه. بس في ناس كتير بقى ما تعرفش نوع دي. على فكره اللي تحت دي شوكولاته بالقهوه، اللي هي الصغنونه دي اللي في البطرمان دي. وعنده بقى الفواكه المجففة أشكال وألوان، يعني دي المانجا والأناناس. العلب دي دي ب60 ودي ب60، الأناناس والمانجا. وفي أسعار تانية طبعا على حسب النوع، بس هو أغليهم دوت. في علب تانية أنواع تانية ب30 جنيه، اللي هو الحجم الصغنن دوت يعني. بس عليها سكر، فيعني ما تنفعش قوي في دايت لو حد بيفكر يجيبها. ولب وحاجات وقهاوي كده. بس هو عامل عروض حلوه قوي، وانا قلت لازم اعرفكم. فاللي حابب بقى يشوف الحاجات والمحتاجات يخش يشوفه وعامل عروض. بس انا مشتريت كذا عرض هوريه لكم دلوقتي بالتفصيل انا جبت ايه من عنده. تعالوا بقى اقول لكم انا جبت ايه. الحاجات طبعا اللي انا جبتها كنت محتاجاها اوريدي، يعني الحاجات اللي عندي قربت تخلص، في حاجات منهم خلصت. ف يعني فلقيتها بالصدفه ان هو معمول عليهم عرض، فحبيت ان انا اجيبهم على طول. وكميه لطيفه جدا يعني. فاول حاجه انا بحبها جدا الكاكاو الخام. سواء بشربه، ما بشربش المحلى يعني، لا بشرب اللي هو الكاكاو الخام. والكاكاو الخام بيساعد على الحرق جدا وبيدفي جدا، فليه فوائد كتير. وبستخدمه بقى في حاجات كتيرة تانية. فالعلبة هو عنده في العادي ابو عوف ب50، فهو عنده التلاتة ب100. والعلبة هي 250 جرام. بس انا عايزة اوريكم ولازم يا جماعه تاخدوا بالكم من الحاجات دي، اللي هو الانتاج والانتهاء ومش عارفه ايه كده. فلطيف جدا. الانتاج 1/2019 وهيخلص 2020، ومش هيقعد طبعا كل دوت. فبالنسبه لي كان العرض حلو جدا، فجبت عرض الكاكاو. تاني عرض برضو حاجه انا ما بستغناش عنها، واكيد انتوا خدتوا بالكم من الفيديوهات اللي فاتت، بذر الكتان. فهو برضو عنده الكيس عليه كيس. فده برضو حاجة لطيفة جدا. وزنه 450 جرام. برضو 2019 ويخلص 2020، فده حلو جدا. وعايزه اقول لكم بذر الكتان غير فوائد الاكل الصحي والحاجات دي كلها، ليه فوائد كمان للبشره وللشعر وكده. لو عايزين فيديو لكل الاستخدامات اللي ممكن تستخدموها لبذر الكتان وفوائده، قولوا لي وانا اعمله. تالت حاجه برضو انا ما بستغناش عنها، وانتوا طبعا برضو اكيد عرفتوا الموضوع دوت، الشوفان.
فهو برضو الشوفان الكيس عليه كيس 450 جرام، عليه كيس 450 جرام، والانتاج زي ما انتم شايفين. هقول لكم بقى الحاجه بالاسعار عشان تاخدوا بالكم. ايه ده؟ استنى معدل الورد، الدنيا ساقعه جدا، معلش بقى. اهو الكاكاو زي ما انا بقول لكم، العلبه ب50 فالتلاته ب100. بذر الكتان ب30 عليه كيس ب30. الشوفان ب40 عليه كيس ب40. فكان الحساب بتاعي 170، وكنت واحدة جوز هند، والولد نسي يحطها في الحاجة بتاعتي، وانا كمان نسيت يعني، ما خدتش بالي وانا بحاسب، افتكرت لما جيت هنا. فانا كده حاجتي كانت المفروض تبقى 290، وفرت 120 جنيه. فده عرض لطيف جدا. الناس اللي بتستخدم اكل صحي هيستفيدوا من الحاجات دي كويس. طبعا عنده عروض تانية، بس العروض دي هي اللي عجبتني اكتر حاجة. وطبعا بس ودي كانت الحاجة بتاعتي. نبتدي بقى دلوقتي نخش على H&M، حبيب الملايين، حبيب الشعب كله. نخش. هو عامل على شوية حاجات زي ما انتوا كده، شوية ستاندات، حاطط حاجات باسعار كويسه، ستاندات. وخلي بالكم بس ان انا وانتوا بتتفرجوا هتلاقوا في حاجات مكتوب عليها مثلا 130 120، اوكي هو ده السعر. وفي حاجات هتبقى الستاند مكتوب فوق مثلا 170، يعني بداية من 170 من 150، فهتلاقي حاجات اغلى زي دي كده 350 جنيه، وهو الستاند فوق مكتوب عليه 150. فتبقى حتت في الستاند، اقعدوا بقى انتوا طلعوها. بس هو عامل تقريبا على كل حاجه، ولبس الاطفال كمان عامل عليه، واي ثينك كمان اللبس الرجالي كمان عليه. هو يعني لبس التيشيرتات والسويت شيرت والقمصان دي حلوه جدا، والسعر بتاعها لطيف يعني الى حد ما، او بالنسبه لمعظمنا، او يعني لبعضنا حلو. الخامه بتاعته حلوه ولطيف. بنطلونات زي كده، البنطلونات الرياضيه الكاجوال، حاجات كده برضو عامل عليها عروض حلوه. السويت شيرت الحاجات دي تقيله، وكانت طبعا اغلى من كده يعني. اسعار قد تكون مناسبه للبعض والبعض الاخر لا. الحلقان دي كمان جميله جدا، والماتيريال بتاعها حلو قوي. واللطيف ان هو حاطط لبس صيفي، فده لطيف جدا. يعني انتوا ممكن تبتدوا تشتروا حاجات تنفعكم في الصيف. في حاجات كمان انا بشوفها تنفع زي الحاجات دي كده اللي انا مصورها لكم، بتنفع لبس لبعضنا ينفعوا على البحر، بعضنا ينفعوا في البيت. فبتبقى حلوه قوي الحاجات دي في الصيف، وقطن حلو جدا. وهو يعني كل ما يعني انا رحت كام يوم ورا بعض، فكل يوم في ستاند بيزيد، فالحقوا بقى الحاجات دي عشان انتوا عارفين H&M بالذات لما بيعمل حاجه يعني بتخلص بسرعه. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو جاي، والسلام عليكم.